تخيلوا معنا من حبة رمل صغيرة إلى ناطحة سحاب شاهقة. يومياً ينتج البشر أكثر من 100,000 طن من الزجاج. كيف يحدث هذا التحول المذهل؟ رحلة تبدأ بانفجارات هائلة وتنتهي بنافذة شفافة أمامكم الآن. فلنكتشف القصة معاً. أهلاً بكم في هذه الرحلة الشيقة. اليوم سنغوص معاً في عالم الزجاج، هذه المادة التي تبني مدننا الحديثة وتحيط بنا في كل مكان، من شاشات الهواتف إلى نوافذ الأبراج العملاقة. فما السر وراء هذا التحول السحري من الرمل إلى زجاج؟ الرقم صادم، فأكثر من 100,000 طن من الزجاج ينتج يوميا حول العالم. رقم هائل يوضح لنا أن حضارتنا المعاصرة تعتمد بشكل لا يصدق على هذه المادة الشفافة. ولكن كيف استطاع البشر تحويل شيء بسيط مثل الرمل إلى أساس لا غنى عنه في حياتنا اليومية؟ ما قبل الثورة الصناعية. للقرون الماضية كان صنع الزجاج فناً مكلفاً ومعقداً مليئاً بالعيوب والقيود. ولكن عام 1959 حدثت الثورة، حين ابتكر المهندس ألستر بيلكينتون عملية الزجاج المسطح أو فلوت جلاس، والتي جعلت من الممكن إنتاج ألواح زجاجية ضخمة ناعمة وشفافة بتكلفة منخفضة. هذا الاختراع هو ما سمح لمدننا أن تبنى بالزجاج كما نراها اليوم، من الصخور إلى المواد الخام. لكن الرحلة لا تبدأ في المصنع، بل في باطن الأرض، حيث تحفر الصخور الصلبة وتملأ بالمتفجرات لتنفجر مخلفة آلاف الأطنان من الرمال الغنية بالسيليكا. هذه الرمال تخلط مع كربونات الصوديوم لخفض درجة الانصهار، ومع كربونات الكالسيوم لزيادة المتانة. ولا ننسى المكون السحري الزجاج المعاد تدويره، والذي يسرع عملية الذوبان ويوفر الطاقة. وأحيانا تضاف الأكاسيد المعدنية لإنتاج ألوان مختلفة مثل الأزرق العميق أو الأخضر الزمردي. في المرحلة الرابعة، قلب النار، تبدأ المرحلة الأشد إثارة. الرمال والمكونات تلقى في أفران عملاقة تصل حرارتها إلى 1650 درجة مئوية، أي أعلى من حرارة الحمام البركانية نفسها. هناك ينصهر الرمل ويتحول إلى سائل متوهج شبيه بالحمام. العمال يرتدون بدلات واقية وأقنعة خاصة، ويتحكمون في كل تفصيل بدقة مذهلة. هدفهم إزالة الفقاعات والحصول على زجاج نقي تماما. لننتقل معا إلى المرحلة الخامسة، مرحلة التشكيل والتبريد. في هذه المرحلة الزجاج المنصهر يسكب فوق طبقة من القصدير السائل، فيتمدد بشكل مثالي ليكون ألواحا مستوية وشفافة. بعدها يدخل مرحلة التبريد التدريجي المعروفة بالتخمير، وهي خطوة ضرورية لمنع التشققات وضمان قوة الألواح. وأخيرا تقطع الألواح حسب المقاسات المطلوبة وتجهز للشحن إلى جميع أنحاء العالم. لكن ليست كل الرمال صالحة لصناعة الزجاج، ومع تزايد الطلب الهائل يطرح سؤال مهم نفسه: ماذا سيحدث لو نفدت الرمال المناسبة؟ هل يواجه الزجاج مستقبلا غامضا رغم كونه مادة أساسية في حياتنا؟ وختاما، كانت هذه رحلة مذهلة حقا، من حبة رمل صغيرة إلى زجاج يحيط بنا في كل لحظة. إن أعجبتكم القصة فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في قناة توب 10 بالعربي. اكتبوا لنا في التعليقات ما هو الاستخدام الأكثر إدهاشا للزجاج برأيكم، ونلتقي في الفيديو القادم بحول الله.